تعالوا اقول لكم النهارده على البانش كوكيز. انا بعملها بطريقه سهله وسريعه جدا، متاخدش وقت ومش هتحس ان انت عملتوا حاجه اصلا. البانش كوكيز دي احلى طريقه للكوكيز، ودي بتبقى اظبط حاجه. هقول لكم بقى على المقادير. عايزين نص كوبايه سكر بني ونص كوبايه سكر باودر، وهي دي التريك، ما تحطوش عليها ابدا سكر سنترفيش. وبعدين نغلي 150 جرام او كوبايه الا ربع زبده، ولازم تكون زبده، يفضل انها تبقى زبده مش سمنه. نغليها كويس جدا 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 على النار، واول ما تتغلي وتقدح كده تحطوها على السكر وتقلبوا كويس لغايه ما السكر البودر يدوب خالص. وبعدين نحط بيضتين، نص معلقه فانيلا، ونقلب كويس جدا الخليط ده لغايه ما يدينا لون كريمي وحلو وقوام كمان كريمي. 3 كوبايات دقيق، هنضيف على رشه ملح ونص معلقه بيكنج باودر، ونحط نص الكميه ونقلبهم مع الخليط. وبعدين نضيف بقيه الكميه، نقعد نلم فيها. واول ما تلم نروح نازلين بنص كوباية او 100 جرام من شوكليت شيبس. نغلغل الشوكليت شيبس فيها من جوه لغاية ما تبقى بالشكل ده. وفي صينية مدهونة زيت نبدأ نكورهم ونشكلهم ونحطهم فيها. بعدين ندخلها التلاجة المدة لا تقل عن ساعة، ممكن توصل ل48 ساعة. بعدين نطلعها في فرن حامي على 250 لمدة ربع ساعة، وبعدين ننزل درجة الحرارة 180 لمدة ربع ساعة، وبعدين هتطلعوها وهتلاقوها كرانشي جدا وطعمة، وهتعجبكم جدا جدا. انا بحب اشربها الصبح مع كوباية شاي بلبن. يا رب تعجبكم، وبألف هنا وشفا. وما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتقولي رأيكم فيها ايه.